وعلى من نوى الحبيب علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للنبي صحاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وصله وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد خير الورى منهجا وصواب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على
محمد ما طير يمن غنى فطرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. نصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أسف الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أذقى الأذقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دام بلا انقضاء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه. صلى الله عليه. وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. صلى الله عليه. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. صلى الله عليه. انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان. صلى الله عليه. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صلى الله عليه. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا ومحمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه. وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها صلى الله على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلى الله عليه. فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه صلى الله عليه. ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله عليه بظهور أسرار التغسيل للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير صلى الله عليه عن جمال مشهود بالعين
حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون صلى الله عليه في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما من صلب ضمه وإلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله ليتشرف عليه. به موطن استقراره وموعد خروجه. صلى الله وقد قضت الأقدار عليه. الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت. صلى الله عليه وسلم به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حيز الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه. فللسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه. ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين صلى الله وما عليه. أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع آمين. ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة وذياجر إلى نور سلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجز كفر وخبزه وشرك وظلم واقتحام الكبائر. أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائم وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائم وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل
وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من كل واهب ما لنا البشرى بسعد جاءنا من كل واهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل واستفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل صلى الله وهنا عليه حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة
أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه. ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادات لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. ينام صوتي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا
نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أدحام علينا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أدحام علينا صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا صلوا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أدحام علينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فحين قرب أول وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت جناع هذا المستور صلى الله عليه كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وانفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه الأمة أن يحضر عند وضعه أمة ذات لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وعند رب توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومن عليه الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فات الوقت الذي رتب الله على أذره وجود هذا المولود صلى الله عليه من النور عن عمود
وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد مولانا محمد اللهم صل وسلم عليه. Khusyuk hadiraki Rasulullah neng atena pakarong ka Rasulullah. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم لغرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فكفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفذ حيث أوتينا طال جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد صل وسلم عليه. الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد أمين. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين صل على محمد صل وسلم عليه. سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد. مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا. ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا
الحسين الله مرحبا مرحبا يا سيدي صل على محمد يا رسول الله يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا رسول صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وموضع ولادة وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولى ذلك لشرف عند الله أيد القدرة صلى الله ومع عليه. بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى عليه. نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم البسته وجعته فلم أنشب عنه غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله فسمعت عليه. قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله صلى الله عليه. فكنت من أول الناس سلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يغطي بعظيم شرفه عند مولاه
وأن عين عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الملك السهل والحمد المهتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. ولو ما سولت أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشطه تطهرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلق بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمل في وصف الحبيب وشانه والعلولا في مجده ومكانه. أوصى في قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعينانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فاسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن في الجنة نهرا من لبن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام.
في العراقين والشام إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن جعل مجتمعنا غاية حسن الختام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر
في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراعي اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بذاتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير
أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نهدم هذا المولد سمت الدرار في مجلس المحبين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Sekonek agar supaya kita semakin mantap, semakin yakin, semakin mantap bahwa majelis kita ini adalah bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hati kita, kata beliau Al-Habib Ali Al-Habasyi, ibarat bumi yang gersang, yang bumi tadi itu sangat memerlukan daripada mumtiratun, air hujan. Maka hati yang gersang itu akan tersirami, akan tumbuh subur dengan air, yaitu dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jika aku mempunyai kesusahan apapun, baik yang melanda pada kehidupanku atau akhiratku, maka di hari itu aku langsung menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan kesusahanku, kegundahanku seketika itu akan hilang. Saking kuatah solawat dan salam dekah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, aku di satu hari ketika aku mempunyai kesulitan apapun, kesumpekan apapun, kemudian aku bersolawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi, maka niscaya kesusahan, kesulitan sesulit apapun pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah hadir sambian dekat dintoh nambah narasa cinta dekat Kanjeng Nabi. Insyaallah barokan para habaib dzurriyyatir Rasul, barokan salawat ben salam dekat Rasul. Insyaallah setaja maksud tujuan kul manjenengan apa gampang tining Allah Subhanahu wa taala. Karena kul manjenengan nika minta tolong dekat Rasulullah. Sedangkan sifat Nabi barran, sakhiyan, sayyidan, sanada, yudhi'u fil kauni li ahlil kauni kal qamari. Nabi SAW disifatkan oleh Al-Habib Al-Habasyi sakhiyan, barran sakhiyan, beliau ini sangat baik, sakhiyan sangat loman, barran sakhiyan sayyidan sanada, yudhi'u lil kauni li ahlil kauni kal qamari. Beliau mampu memberikan penerang kepada hati kita yang tidak bisa ditembus oleh apa-apa kecuali nur Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya pemantap khusyuk. Sampean mau tak bisa khusyuk tak usah hadir. Sampean mau hadir kan toh, tapi sampean tak bisa khusyuk, sampean agak aja lebih baik sampean tak usah hadir. Daripada sampean aganggu ada orang syekh khusyuk, daripada sampean tak niat entar ke Kanjeng Nabi. Ini sampean entar ke Kanjeng Nabi, tak entar ke habaib, tak entar ke al-fakir. Niat entar ke Rasulullah SAW. Nyampung dekat Rasulullah dengan barokah, nyampung dekat dzurriyyah para habaib insyaallah. Loman Kanjeng Nabi ini ka barron sakhiyan, taqiyan, sayyidan sanada. Kanjeng Nabi ini ka luar biasa lo mana. Cak kebatir insyaallah. Paki kon panjenengan bakal oleh syafaat insyaallah. Sepenting sholawat apa mantep, pakhusyuk, sekira pujer di majelis nikah, nambahin rasa mahabbah, cinta ke Nabi Muhammad SAW. Mengikuti sunnah Nabi, sholat berjamaah, bersiwak, berwudu, wahkata ben sunnah-sunnah selain, adalah bentuk bukti daripada tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya Rabb, mentar muka setiap amal nikah terima tining Allah SWT. Mentar muka solawat salam nikah, insyaallah mentar muka ibalis tung situng si hadir,
boleh sedina Gusti Kanjeng Nabi saya sangat loman insyaallah. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina anta tawwabur rahim, warhamna ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.